غتصغاري ما حدك غادي تبقاي ديري بحال هكا وتسال مجرب اختي وما تسال الطبيب تي بواحد الراحه زوينه بزاف بزاف. اهلا وسهلا، مرحبا والف مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. انا صباح وهذه القناه ديالي، القناه اللي هي ديالكم حتى نتوما. مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم موضوع مهم بزاف 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 للناس اللي كيتعصبوا. هذا الموضوع خديته عن تجربه، داكشي اللي طبقته انايا غادي نعاودو لكم وغادي نقولوا لكم باش نتوما تطبقوه من العصبيه والدراري معصبيني والراجل معصبني لواحد المراه اللي غتكون بروده الدم وغادي تهلاي ليا في راسك بزاف بزاف. تبعي غير هاد الخطوات خطوه بخطوه وان شاء الله غادي يكون غير الخير، لان الصحه ديالنا اهم حاجه عندنا. الا مشات لك اختي صحيحتك ما غادي يعقل عليك حتى شي واحد، فلهذا خاصك حبيبتي تهلاي ليا في راسك وتهلاي ليا في صحتك وتبع ديال الاعصاب. بطبيعه الحال كاينين بزاف الحوايج كيعصبوا، ضغوطات الحياه، ولكن غادي نتحاولوا نتفاداوهم ان شاء الله بهاد الخطوات اللي انا تبعت في حياتي. الحمد لله وليت بخير وليت ما مسوقاش وليت بخير، حتى صحتي كنحس بها مزيان. باش ما نطولش عليكم يلا احبابي نبداو باول خطوه واول مرحله غادي ديريها. اول خطوه وليت كنستعملها واللي خاصك تعرفيها او خاصكم تعرفوها هي كوني مختصره في الكلمه ديالك ولا في الكلام ديالك ولا في الهضره مع شي حد. مثلا جا عندك شي حد بقى كيعاود لك شي تعاود اللي ما هو ما عنده حتى شي معنى، انا هذاك الكلام اللي غادي نضيع طاقتي فيه واللي غادي نبقى نهضر فيه واللي هو ما عنده حتى شي معنى بلا ما نضيعه معاك، يعني غاديه نختصر في الهضره ديالي. انا وليت كنختصر مع الناس الكلام، كنقول شي حاجه مفيده ولا كنسكت باش ما تكثرش الهضره وباش ما تجبد شي موضوع اللي تافه واللي انا غادي يعصبني وغادي يخسر ليا المورال ديالي. الخطوة الثانية وهي حبيبتي تقبلي نفسك كيف ما انتي، تقبلي العيوب ديالك في الجسم ديالك او في الوجه ديالك كيف ما انتي، لان الا تقبلتي راسك وبغيتي راسك خاصك تبغي راسك وتبغي نفسك. يعني انا الحمد لله خلقني الله بحال هكا، انا راضيه ومتقبله وعاجبني راسي بحال هكا. قد ما تحملتي راسك وقد ما يعني بغيتي نفسك وبغيتي راسك كيف ما انتي، تاكدي انك غتحسي بواحد الراحه زوينه بزاف بزاف. واللي درتها اختي غتجي معايا هكا، غادي نقول انا العقلي اللي درتها غادي تجي معايا. واهم حاجه يعني انتي بعقلك حتى شي واحد ما غادي يوريك اشنو ديري، غادي ديري انتي داكشي اللي كيريحك ماشي اللي كيقولوه ليك. فهمتي كيفاش؟ يعني مثلا انا بغيت نمشي نشري هاد اللبسه، انا هذيك اللبسه عاجباني، نقدر ناخذ راي اخر غيقولوا لي لا لا ما زويناش، غنمشي للدار غيبقى طالع لي الدم ديك اللبسه كون خديتها. هذا هو التوتر وهذا هو الستريس. عجباتني اختي، عجباتني هاد اللبسه غادي ناخذها، صافي سدينا بحال هكا ديري. عجباتني هادي، انا ثقه في راسي وثقه في الذوق ديالي وثقه في الاختيارات ديالي، غادي ندير هادي وغادي ندير هادي. الخطوه الجايه اللي بلا ما نبقى نحسب لكم فيها، كيفاش تكوني متواضعه مع الناس. ولو تلاقاي مع شي وحده مثلا متكبره وانا كوني متواضعه، وبهذوك التصرفات اللي هي كدير انت غادي تشوفي بزاف ديال العيوب فيها اللي هما انت غادي تستافدي منهم. فهمتي كيفاش اختي؟ المهم كوني متواضعه مع الناس. هذاك التواضع كيخليك مرتاحه، واخا كتمشي للدار كتقولي الحمد لله ما بنت على حتى شي واحد، ما ضريت حتى شي واحد، ما جرحت حتى شي واحد بكلامي ولا شي حاجه. فهمتي؟ يعني كوني واحد الانسانه اللي متواضعه، وخا تلاقاي مع ناس خايبين هما غادي تندميهم. مثلا شي وحده الا كانت هكا متكبره ولا شي حاجه غتقول شوف تبارك الله الاخلاق، وشوف كيفاش التواضع، وشوف كيفاش بنادم تيتعامل. يعني المعامله الطيبه والمعامله الحسنه والمعامله المزيانه اللي كتكون من الاخلاق ديالك وتتكون تتبين الاخلاق ديالك، تتبين انك انسانه متربيه ومتصالحه مع نفسك بزاف بزاف. ندوزو للخطوه اللي جايه الخطوه دابا او الفكره ديال دابا اللي غادي نقول لك مهمه بزاف بزاف، وهي
نظمي الافكار ديالك، نعرف اشنو كندير، ما نخليش الافكار السيئه تلعب ليا على الدماغ ديالي. بالعكس، انا هذوك الافكار السيئه غادي نحيدهم عليا، وغادي نجيب غير الحوايج زوينين ونفكر ونعرف اشنو كندير وما نكونش متسرعه. فهمتوني ياك البنات؟ نكون هاديه وكنفكر بعقلي وخطوه بخطوه ونعرف اشنو كندير. هذه هي اهم حاجه، ما تكونيش متسرعه، وحاولي تطردي كاع دوك الافكار السيئه اللي في الدماغ ديالك، نحيدهم. وإلا عندي يا اختي شي مشكل وعندي مثلا دائما عقلي اشنو نقول ليه، هذاك المشكل راه غادي يتحل، دابا نحل هذاك المشكل، مالو غادي يغلبني، راه موت وحده اللي كاينه. يعني اي مشكل عنده الحل، ما نبقاش لا ونتقل عليا داك المشكل وناري ومشيت فيها وناري شوف اش واقع وشوف، لا تفكريش هكا نهائيا نهائيا نهائيا. كوني هاديه، وعندي شي مشكل الحمد لله على كل حال، دابا يتحل، كاين ربي كبير الحمد لله، دابا نحلوا هذا المشكل، مالو ما تجيش عا في الصحه وما تجيش ولي اي حاجه نحلوها، ربي كبير. يعطيونا اختي شويه الوقت وشي شويه ديال الصبر وغنحلوا اختي كاع المشاكل وبخير. وشدي ليا واحد القهيوه اختي وكوني هاديه مع راساتك ونشرب قهيوتي ونفكر غير بشويه ونعرف انا داك المشكل نحلو عا بالهداوه وعا بالخاطر وعا بشويه عليك اختي. يلا ندوزو للخطوه الاخرى. هاد الخطوه هادي وهي كالتالي: الا عندك شي هم خرجيه، الا عندك شي حاجه متقله عليك، الهموم، قد ما خرجتي الهموم ديالك قد ما اختي كترتاحي ونفسيتك تترتاح. نشوف اختي، نشوف امي، كاين ما احسن ليا من امي ومن اختي، شي اخت اللي تكون قريبه لك اولا شي صديقه اللي تكون بحال اختك اولا اكثر من اختك، اولا الزوج ديالك اللي نعاود ليه الهموم. عندي هم تقل عليا، عندي شي حاجه ضراني في راسي، نعاودها. عندي اختي، ما نخليش اختي انا الهم في قلبي، ما نضرش اختي خاطري وما ندرش قلبي. صافي عندي واحد الهم، غنمشي نخوي اللي عليا ونعاود ونحاول نفوج على قلبي ونحاول المهم ونحيد هذاك الهم اللي عندي نعاودو. صافي بهذه الطريقه كتخففي وكترتاحي. ملي كتعاودي الهم ديالك، ملي كتخرجي، سبحان الله النفسيه كترتاح بزاف بزاف. اخر حاجه هي، سمعوني مزيان مزيان مزيان، اخر حاجه وهي تحكمي في لغه الجسد ديالك ملي نتي كتغضبي وكتقلقي، لان الانسان ملي كيتعصب كيولي كيترعد، وهذاك الا ما تحكمتيش في نفسك وانتي كترعدي وباغا تصرفقي وباغا تضربي غادي يزيدك توتر وغادي تزيدك عصبيه. اما الا حاولت نتهدى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرا القران في خاطري نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحاول نكون مهدنه مع راساتي بشويه عليا. بهاد الطريقه غادي تهدني وما غاديش تضربي، وحتى الجسد ديالك والجسم ديالك ما غيبقاش يترعد وما غاديش يبقى متوتر. نغمض عيني نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقرا قران، نحسب من 1 حتى 10 غتلقاي راسك تهدنتي بشويه عليا اختي. نحاول نترخى وما نغوتش، حيت الا غوتي غادي صوتك انت غادي يديرونجيك، صوتك غادي يعصبك، غتزيدي تعصبي. ما نغوتش اختي، ما نغوتش، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحاول نتهدن ونتحكم في الغضب ديالي ونحاول ما نغوتش، ما نبداش نفهمتو كيفاش البنات بقاي مهدنا وعرفي كيفاش شنو ديري. والحمد لله هادشي في الاول تيكون صعيب، انا جربوني انا سولوني تيقول لك سال مجرب اختي وما تسال الطبيب، رانا عارفه الحياه مع الوليدات مع الحمد لله. ولكن ملي كتبداي تجربي هاد الخطوات انت راه كتحفظيهم اوتوماتيكمون، تيدخلوا لك للدماغ. اشنو نديروا ولا نكتبهم في ورقه ونعلقهم اختي، نعلقهم في الثلاجه، نعلقهم في الحيط. اشنو خصني ندير واشنو خصني ندير. لما هذا الشيء كنديرو لنفسي وكنديرو على ولادي، لان الاعصاب والمرض كيمرضوا في الذات، كيمرضوا الانسان. كاين اللي تيجيه اكتئاب، كاين اللي تيمرض نفسانيا. نحاول نتقبل داكشي اللي عطاني الله، نعيش كيف ما عطاني الله، الحمد لله. ما عنديش ان شاء الله من بعد ندير الصحه والسلامه، ما عنديش هادي، ما عنديش هادي في الفراش، ما عنديش هادي، ما نشوفش انا الناس شنو عندهم، ما عمرني نقارن نفسي مع الناس الاخرين.
ربي خلق وفرق علينا الارزاق، كل واحد عطاه من حاجه ونقص ليه من حاجه. الحمد لله نتقبل هذاك الشيء اللي عندي، ونحافظ على صحتي ونحافظ على راسي. اللي قال لي شي كلمه خايبه نقول ليه سير منك الله، انا ما غنجاوبكش، انا ماشي من المستوى ديالك، عاير ما تعايرش شغلك هذاك، لان هضرتك وكلامك تيبينوا على المستوى ديالك. صافي، ما نتخاصم مع حد، ما نتعاير ما انا طاقتي محتاجاها، انا خاصني نوفر الطاقه ديالي. بلا ما نبقى نضيعها مع عباد الله وفي الخوى الخاوي، وفلا نحاول طاقتي والمجهود ديالي نخدم عليه على شي حاجه فيها الفائده، نقرا، نخدم، ندير فلوس لراسي، نخدم على راسي، ما نتسنى انا حتى شي واحد يعطيني، نعاون والديا، ندير الحوايج اللي كيفرحوني، ما نسمع لتا شي واحد، ندير داكشي اللي كيقولها ليا راسي، ندير الحوايج اللي انا مرتاحه فيهم، وانا اللي كنصنعهم هذوك الحوايج باش انا نكون مرتاحه فيهم. ما نسمعش للناس، الناس ما عندهم باش يفيدوني، الناس ما عندهم باش يعطيوني، الناس كلها مقابل حياته، كلها تيدير اللي بغا في حياته. علاش انا اختي ما غنديرش اللي بغيت في حياتي اللي غادي يريحني؟ نخرج نلعب سبور، ندخل لاصال، نشطح. الشطيح راه كيحيد البنات، وحق الله الا كيحيد الاكتئاب. نشطح اختي، نمشي لدارنا، نمشي عند خواتاتي، منها سبور ومنها شطيح. نخدم اختي انا الجره، ونخدم الشعبي وارا برا، وتشوفي هم الدنيا تحيدي. المهم تبعوا هاد الخطوات. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم الكوفيدات ديالي. أه مازال ان شاء الله جايين فيديوهات مهمه، كلهم افاده وكلهم نشاط، كلهم طاقه حيويه. غتبقاو معايا ان شاء الله، غادي تبدلوا، غتوليو كلكم حيويه ونشاط وطاقه ايجابيه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو، وما تنساوش اللي عجبكم فيديو لايك باش تشجعونا ونطلعوا ان شاء الله، ونزيدوا نعطيو كل ما عندنا او اكثر. ماشي خساره فيكم، وتستاهلوا كل خير. غندير معكم واحد الدعوه، الله يسهل عليكم، اللي ناوي شي حاجه الله يفرحه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه، والله يعطيكم صحيحتكم ويطول في عمركم وعمر والديكم، كل اللي تيتمنى شي حاجه يا ربي يعطيها ليه. وما تفكريش في العمر ديالك، وما ياثرش فيك العمر ديالك، لان حنا العيالات ديما كتكون عندنا ديك الطفوله لداخل، واخا تنكون اختي بعقلنا والدين الاولاد وها، ديما كتكون عندنا الطفوله لداخل. ما يضحكوش عليك، نمشي ندخل لاصال ما يقولوش لك لا كبرتي على لاصال، ولا كبرتي على هادي، ولا كبرتي على هادي. لا اختي، انا باقا صغيره، انا عقلي كيقول لي انني انا باقا صغيره. العمر ماشي هو اللي كيحدد، يعني الشباب كيبقى في القلب اختي، كيبقى في القلب ديالك. المهم ما تخليهمش ياثروا عليك بالهضره ديالهم، ديري داكشي اللي في بالك، تهلاي في راسك. ما كاين نضحك نبسط غير في داري، غير مع ولادي، غير مع الزوج ديالي، يعني مع خواتاتي، مع اي واحد تتبغيو. نحاول نجبد مواضيع اللي فيها الضحك وفيها شي حاجه اللي زوينه، نحاول نبعد على المواضيع السلبيه، ولا فلانه قالت عليا، ولا فلانه دارت ليا، ولا هذاك الشيء نساوه. صافي، ما تبقاوش تفكروا في حوايج خايبين، فكروا غير في الحوايج الزوينين، وغادي يكون غير الخير ان شاء الله. وانتيا غتصغاري، ما حدك غادي تبقاي ديري بحال هكا وتهلاي في صحتك، غتلقاي راسك صغاريتي وحيدتي الهموم. المهم واحد 70% ديال المشاكل غادي تنسيهم ان شاء الله. يا ربي تسهل عليكم يا ربي، والهلا يجيب اللي همكم اختي، والهلا يجيب اللي محنكم، والهلا يجيب اللي ضركم. وما تنساوش تشاركوا وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد. تهلاو في ريوسكم بزاف بزاف، وما تنساوش الطاقه الايجابيه، وما تنساوش تهلاو في ريوسكم وبغيو ريوسكم بزاف بزاف. تحياتي لكم، تهلاو في ريوسكم، والسلام عليكم.